بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة أفكار أم محمد DIY، ونرحب بكامل المشتركين والمشتركات الجدد اللي ينضموا ليا للبيت تاعنا. نقول لكم مرحبا بكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ثقتكم. اذا حبيباتي محبات سكاي، ارواحوا انضموا ليا، لاني يعني كما راكم كنتوا تشوفوا عندي بزاف وقت هكذا ما خيطتش اي حاجه. اليوم والله عولت قلت ندير لكم واحد هكذا حاجه بسيطه وسهله ببقايا السكاي. كما راكم تشوفوا عندي هذا القطعه هاي اللي كانت بقات لي نستغلوها ونصنعوا منها بورتموني ولا حامل للنقود، ورايحين نديروه كمشروع جد مربح. اذا من بقايا المشروع تاعنا نديروا ايضا مشروع مربح صغير، راح نزيدوا ندخلوا به شويه تاع مصروف. هنا القطعه تاعي هذه عشوائيه، الطول تاعها حوالي 52 سنتيمتر والعرض تاعها حوالي 7 سنتيمتر. اذا انا واش عندي بدايه؟ هذا القطعه تاعي اللي كان الطول تاعها والعرض عشوائي، رايحه نسقمها كامل، نحي كامل هذوك الزوائد باش تعود عندي قطعه مستقيمه، يعني مستطيل هكذا على طول هكذا. ورايحه نقسم هذاك المستطيل الطويل الى 3 قطع متساويه، الى 3 قطع متساويه. رايحين هذوك القطع اكيد رايحه ما نخليهمش هكذاك. واش رايحه ندير؟ رايحه نحكم نلصقهم مع بعض. رايحه اذا هذا هو فن الترقيع. اذا رايحه نديروا 3 اجزاء، وهذوك الاجزاء رايحين نلصقهم مع بعض يعطونا قطعه اللي نديروا بها شيء مهم. هنا شوفوا كيفاش كنت نحيت كامل هذوك البقايا والزوائد وقطعتهم الى 3 قطع. اذا خرجوا لي 3 قطع متساويه، الطول تاع الوحده تاعهم حوالي 17.5 سنتيمتر هكذاك، يعني كما راكم تشوفوا 52 سنتيمتر. المهم نتوما القطعه تاعكم ديروها قسموها، واذا كانوا عده قطع ديروهم متساويين وديروا بهم هكذا كما راني درت انا. اذا واش راح نحكم بدايه؟ نخيطهم كامل مع بعضهم، نخيط القطعه الاولى مع الثانيه، ومن بعد الثانيه هذيك القطعه تاعنا اللي تخرج لنا نزيدوا مع القطعه اللي بقات لنا. هنا شوفوا هنا راني درت لهم باللي زيبانغل هكذا برك باش تشوفوا، وباش ايضا لازم نديروا بلي زيبانغل هكذا باش يجينا ما يروحلناش بزاف من السكاي تاعنا، يعني ما يتعوجلناش وما يتكسلناش. هملك هنا القطع تاعي نخيطهم منا ومنا كامل، ورايحين يمدوا لنا قطعه مليحه. اذا هنايا بديت راني نخيط عادي هكذا، نخيطوا عادي يعني لا لين دغوات نورمال، يعني شوفوا نثبت مليح. هاي لك هنا شوفوا هنا شوفوا راكم ترماركيو بلي الشكل شويه، شوفوا كيفاش يجي طالع هكذا ويجي من تحت شغل خارجه الخياطه. الوغ عندي واحد لاستيوس ليكم هكذا ديروها باش ما تبان قطعه وحدك، شغل حنا زيناها برك، شغل خيطنا درناها بالزقزاق نحكم. اذا هنا كما راكم تشوفوا نحكموا القطعه تاعنا هذيك اللي خيطنا هكذا مع بعض، ونحكموا نديروا الوجه للتحت ومقابلنا القفا، يعني نخيطوا على القفا بالزقزاق. انا درت بالزقزاق تاع الدي، راح يخرج لنا شكل الشباب. شوفوا نبلاطيو ندير هذيك الخيا هذيك يعني ديك البلاصه اللي كتخرجت لي نديرها منها هكذا، والاخرى ندورها لهذيك الجهه وندير بالزقزاق تاعي، وراح يخرج لي مظهر الشباب. وهكذا راح كلشي يتبلاطا ويترجع لي قطعه واحده هكذا والمظهر تاعها يكون شباب. شوفوا كيفاش خرج المظهر شحال شباب بزاف. تقدروا ديروا هذه الطريقه في قطعه واحده، تحبوا تشبحوا القطعه تاعكم ديروها بالزقزاق هكذا، مثلا راح تخيطوا ساكوشه ولا اي حاجه ديروها. هنا عندي هذا القلب مسترجع من هذيك لاناب اللي خدمتها كامل في الاول تاع القلب هذاك، وزدت له ودرت له بالزقزاق. وعندي هنا قلب مسترجع من هذاك السكاي تاعي الغوز، درتهم هكذا مع بعضهم. راح نخيطهم هكذا مع بعضهم هكذا في الوسط، وراح نديرهم في اي مكان. هنايا عندي في البورتموني تاعي في الوسط، ولا ديروا لكم الاختيار هكذا. انا رايحه نديرو في الوسط، ندير هاد القلوب هذو في الوسط هكذا، وراح نخيط ايضا في الوسط ونخلي القلب هكذا ماشي لاصق. شوفوا هنا كيفاش راني خيطت، شوفوا كيفاش جا حاجه شابه هكذا. نشبحوا شويه البورتموني تاعنا باي بقايا عندكم. هنا عندي الفيرميتور تاعي هذه تاع الميترا، هاي ليك تاعها هنايا تاع الحديد. اذا ما نركبهاش حتى ومن بعد هنايا كالعاده نديروا الوجه مقابل الوجه، دائما الوجه مقابل الوجه، ورايحين نحكم طبعا بلي زيبانغل هكذا. دائما لي زيبانغل يكونوا معنا باش نثبتوا العمل تاعنا وحاجه ما تتحرك لنا. نثبتوا في الاول هكذا مليح بلي زيبانغل. هنا القياس
تاع القطعه تاعي كما راكم تشوفوا تاع لا فيرميتور راح يكون على حسب القطعه تاعي تاع السكاي اللي هو 17.5 حوالي سنتيمتر. نتوما اذا على حسب القطعه تاعكم يبقى القياس تاع الفيرميتور. هنا هكا ثبت كامل. واش راح نخيط كالعاده ومن بعد نقلب السكاي تاعي. شوفوا هنا على الوجه تاعو ورايحه ندير كامل هكذا باش يثبت لي السكاي مع الفيرميتور ويرجع لي للوراء هكذا ويرجع يعني ما يجينيش هذاك الشكل تاعو اللي هكذا ماشي شباب. اذا ندير هذه العمليه ونزيد نفس العمليه مع الجهه الاخرى ايضا الوجه للوجه. نحكم بليزي بان كما راكم تشوفوا كامل ونخيط عادي خياطه عاديه هكذا. ونزيد ايضا ندير بنفس الطريقه اللي درتها في الاول. نقلب هنا نفتحوا لا فيرميتور تاعنا في هذه الحاله نفتحوا لا فيرميتور وريحه نقلب وريحه ندير نفس الطريقه هكذا وتكون لا فيرميتور تاعنا جهزت. هنا راني بديت ندير الجزء الاول الجهه الاولى. حبيت نصور لكم هكذا لقطات هكذا. وهنايا لما دورت على الجهه تاع السكاي لازم نديروا الزيت وخاصه هذا النوع الرقيق اللي كانت تكمش لي لما خيطت الساكوشه لازم نديروا الزيت هكذا باش يمشي لنا بسهوله. وريحه نمشي نهبط هكذا من تحت دائما نفيريفي من تحت ونخيط من الفوق هكذا نخيط كامل نفس الطريقه. هنايا الجزء الثاني تاع لا فيرميتور هاي اللي راني نخيط فيه. وايضا نقلب ندير الزيت في البلاصه تاعي تاع سكاي وريحه نخيط كامل. حاجه سهله وبسيطه تقدروا تخيطوا في النهار الواحد 10 ولا من هادو لي بورتموني رايحين نجيبوا 100,000 كي والو. اذا هنايا هاي ليك خيط كما راكم تشوفوا درت كامل وركبت هنا هذيك الحديده تاعي تاع الفيرميتور. هنا في هذه الحاله خلاص نقصص السلسله تاعي ولا السحاب. هنا هذا المقص برك هذا كنت شريته هذا هو تاع السكاي تاع الرشمات راكم تشوفوا فيه. شوفوا كيفاش يجي معوج وماضي من القدام حاد بزاف ايغي. شوفوا هنا كيفاش يجي ماضي بزاف ومليح. هذا هو تاع السكاي شريته ب10,000. اذا هذا النوعيه بالك يكون كاع الاخرانيه. اكيد كاين انواع اخرى غاليه. نتوما من الاحسن اللي ديروا المشاريع شرو حاجه مليحه وغاليه باش تشد لكم هكذا على طول. هنا الشكل تاعي بدا يبان. شوفوا كيفاش هنا الشكل شباب. شوفوا كيفاش لكم الاختيار هنا ومن بعد في الشكل تاعو تقدروا ديروا الشكل تاع المقلامه ديروا الشكل تاع المثلث ديروا لكم الاختيار. انا حبيت نديروا الشكل يعني العادي. هنا نرجعوا نقلبوا ونحكموا. تشوفوا عندي هذا القطعه عشوائيه تاع اليد كنت هكذا نحيت من هذوك البقايا ودرت لها ايضا بالمقص تاع الزجزاج ورايحه ندخلها طبعا في الجهه تاع وين نغلقوا وين تغلق لنا الفيرميتور. هنايا من هذه الجهه هكذا باش لما نغلقوا البورتموني تاعنا نشدوه من الجهه هذيك باش ما يتفتح لناش. رايحه ندخل عادي القطعه تاعي ونثبت مليح بليزي بانجل هكذا نديرها في المكان تاعها ونثبت مليح بليزي بانجل ورايحه نخيط. ولا تقدروا تميلوها تجي اليد مايله. شوفوا لكم الاختيار في الطريقه. وراح نخيط كامل هكذا. شوفوا منا ومنا والبورتموني تاعنا يكون واجد. تبقى لي الطريقه الاخرانيه تاع اللي ندير المثلث القاعده. تحبوا ديروها تحبوا تخلوهم بلاطي هكذا. انا نحب دائما ندير هذاك الشكل. اذا خطوه جد سهله وبسيطه. راح نشوفوا هنا هاوليك الحامل النقود ولا بورتموني تاعي اللي كنا خدمناه ببقايا السكاي المسترجعه. اذا استرجعناها ولميناها مع بعض ودرنا بها بورتموني هاي حتى اللون جا شباب. لكم الاختيار فيه اختيار يعني الشكل ديروا كيما حبيتوا. اذا درت كامل معكم هذوك الخطوات خيطت منا ومنا وكنت درت هذيك تحت القاعده دخلت بواحد سنتيمتر منا 1 سنتيمتر نمد لي هذيك القاعده. تحبوا تخلوه بلاطي لكم الاختيار. اليد تاعو ايضا ومن الفوق كما راكم تشوفوا هنا هاي ليك القاعده. شحال انا نحب هذيك القاعده اللي تجي من تحت هكذا. تحبوا ديروا شكل مقلمه لكم الاختيار. وهنا ايضا الفوق كما راكم تشوفوا كنت دخلت بشويه منا هكذا باش الفيرميتور ما تجينيش المظهر تاعها تبان خرجت لي. ودخلت ايضا منا بشويه. هاي لك هنايا شوفوا كيفاش دخلت ميلت هكذا الخياطه كشغل درت مثلث هكذا باش تدخل لي الفيرميتور للداخل ويجيني المظهر شباب تاع البورتموني تاعي.
هذا قلنا نديروا مشروع من بقايا المشروع تاعنا. السعر تاعو كادنى حد اذا بعتوه مثلا الحانوت ولا يكون السعر تاعو 10000 ولا 100 دينار جزائري. اما اذا بعتوه هكذا الوحده راح يكون 15000 كيوالو، يعني السعر تاعو في متناول الجميع 15000. هذا هو. بيبقى السعر ايضا على حساب الحجم تاع البورتموني تاعنا، على حساب الحجم راح يكون السعر تاع البورتموني تاعنا ولا حامل النقود. كانت هذه فكرة تاع اليوم جد سهلة وبسيطة من بقايا سكاي. لمن مهملة وما نسحقوهاش درنا حاجة نسحقوها. إذا واش راح نقول لكم برك في الأخير؟ راح نقول لكم كلمة، نقول لكم يعطيكم كامل الصحة، يعني ذكور وإناث، مشتركين ومشتركات ومتابعين ومتابعات اللي يعني راكم تشجعوا فيا وراكم تقولوا لي هذيك الكلمة الطيبة، خاصة متابعاتي. كاين واحد المتابعات ومشتركات وفيات راح نخلي لكم كامل بعض التعليقات تاعهم هكذا باش يعني الواحد ان شاء الله يقدر يكمل للامام بهذه التشجيعات. وايضا راح نقول لكم معلومه انه نسبه المشاهدات تاعي يعني هي الكبيره تاع الرجال، والنسبه تاع المشتركين ايضا الكبيره تاعي هي الرجال، والمتابعين ايضا النسبه تاعهم الكبيره هم الرجال. اذا الرجال راهم فازوا عليكم يا حبيباتي. اذا الزربو مالا اللي راهي تتابع فيا، نقول لك اذا راكي تتابعي فيا ومازال ما اشتركتيش اشتركي معايا وفعلي الجرس هكذا باش يصلك كل جديد. ومشتركاتي حبيباتي ومشتركية الأعزاء، نقول لكم أيضا أنتم ديروا لي تعليق طيب ومشاركة للفيديو ولايك وإعجاب هكذا باش تعم الفائدة للجميع. في الأخير نرفع يدي ونطلب من ربي سبحانه أنه يرفع على بلادنا الجزائر الوباء والبلاء إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يحفظها من كل أذى وشر، وإن شاء الله يرجعنا رئيسنا سالم غانم، وإن شاء الله يشفيه ويعافيه يا رب. إذا وفي هذا اليوم تاع اللي هو 1 نوفمبر بهذه المناسبة نحيي كامل الشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي هي ذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى في 1 نوفمبر 1954. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. كل عام والجزائر شامخة وعالية، وكل عام والجزائر بخير إن شاء الله. نتلاقى إن شاء الله في فكرة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.